قرية مجد الكيخية قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة اللاذقية منطقة جبل الكرد أو جبل الأكراد، تبعد عن مصيف سلمى حوالي 7 كيلومتر إلى الشمال الشرقي. اسم القرية متأتي من العشيرة الكردية كيخية، كيخية أي كي بمعنى الشخص ذو المكانة العالية. قديما كان يطلق اسم الإله إله كي، وخية خية تأتي من خو أي الشمس بمعنى إله الشمس. عدد سكانها أقل من 1000 شخص، كلهم كرد لكنهم فقدوا لغتهم الكردية. قرية مجد الكيخية كغيرها من القرى الكردية في جبل الكرد، وجبل الكرد كلها قرى كردية، تعرضت لقصف من قبل قوات نظام الأسد، لذلك تدمرت معظم القرى. أهلنا هناك تهجروا، هم بحاجة إلى إعادة بناء قراهم. لذلك أناشد حكومة إقليم كردستان العراق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بالتدخل ومد يد العون والمساعدة لأهلنا هناك كي يعيدوا بناء قراهم ويعودوا إلى قراهم. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء المنطقة أي جبل الكرد، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محامي من منطقة درباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في الجبل لغتهم الكردية، وأن يعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم بأسامي كردية، فلغتنا الكردية كباقي اللغات هدية من الله، وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في قرية مجد الكيخية.